بصوا يا جماعة، عاوزكم تركزوا معايا في الحلقة دي جدا جدا، لأن فيها حاجات هتخليكم غصب عنكم تركزوا. والقصة ديت حقيقية عن شاب بيكتب قصص رعب زي حالاتي كده، وبيحكي ويقول الرسالة دي جات لي على الواتساب من رقم مجهول، وما كانتش أول رسالة تجيلي منه. فإيه اللي حصل؟ ورسالة المجهول ديت بتقول إيه؟ فخليكم معايا وهتعرفوا كل حاجة. بس قبل أي حاجة عايزين نعمل اللايك عشان تنتشر الحكاية ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من جميع أنحاء الوطن العربي. وبيحكي الشاب وبيقول الموضوع كله بدأ لما نزلت بوست على صفحتي الشخصية بطلب من المتابعين اللي عندي حكاية أو موقف مرعب يبعتوا على الخاص، وأنا هفلتر القصص وهاخد أحسن قصة وهكتبها. رسائل كتير جات لي بعد البوست ده على الماسنجر وعلى الواتساب، واغلب الرسائل ديت كانت مواقف صغيره وعاديه عن مواقف انه شاف خيال معدي او بيسمع اصوات. والرسائل ديت ما لفتتش انتباهي، لكن رساله واحده في وسط الرسائل ديت هي اللي شدتني وكانت اغرب واحده فيهم. رساله جات لي الساعه 5 من حد كاتب فيها: مساء الخير استاذ محمد مهني، انا معجب بيك جدا وبقصصك ومش بفوت قصه منهم، وعندي ليك حكايه غير اي حكايه سمعتها قبل كده. يا ريت لما تقرا الرساله بلغني انك مستعد تقرا الحكايه اللي هتكون انت البطل فيها. وقلت في نفسي دي رساله عاديه من واحد شكله كاتب وعايز يعمل لنفسه شو ويظهر ويكون ليه متابعين، بس قلت وماله، يلا نبدأ المغامرة ويمكن نطلع بقصة حلوة. فكتبت ليه رسالة مستعد، وبعدها قفلت التليفون ودخلت انام شوية. صحيت حوالي الساعة 12 لاني كنت مطبق، فما حسيتش بنفسي غير وانا صاحي متأخر. فتحت النت وفتحت الواتساب عشان الاقي رسالة من نفس الشخص المجهول، وكان بيقول لي يلا نبدأ استاذ محمد، خليني اقول لك ان الحكاية انت البطل فيها. الحكاية بتحكي عنك ومش عنك انت بس، هي بتحكي عن كل فرد في اسرتك. بس الاول عايز اقول لك قبل ما ندخل في تفاصيل الحكاية ان قدامك اسبوع 7 ايام وهتموت، بس انت اخر واحد هتموت. في الاول والدك حسن هيموت بكرة الساعة 11 بالليل بعد ما خلصتوا سهرتكم على مسلسل بالطو. فجأة هيصحى من النوم مخنوق ويمسك صدره عشان حاسس بضيق في صدره. هيحاول يقوم من على السرير، لكن اول ما يقوم هيقع ميت. ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ انت مجنون. ده كان رد على المجنون ده، وقفلت رسالته وعملت له بلوك ونسيت الموضوع وقلت ده حد مريض اصلا. بس تعرفوا ان طول اليوم خايف، قلبي مقبوض، وقعدت ابص على الساعة. كانت الساعة 4 العصر. بابا دخل ينام ساعة لحد ما ماما تحضر الاكل، وكنت ببص لبابا بخوف. قلت لنفسي ايه ده؟ انت هتصدق كلام المجنون ده؟ ده واحد عايز يعمل شغل عليك ويظهر على الساحة، فطنش كلامه وكمل يومك عادي. طنشته كلامه فعلا ودخلت اوضتي لحد ما ماما تحضر الاكل، وعلى الساعة 6 بالظبط خرجت عشان ماما خلصت تحضير الاكل. قعدنا على السفرة، ما كنتش مركز معاهم، كنت مركز مع الساعة وبابا. مش عارف انسى رسالة المجنون ده لحد بابا وماما واختي الصغيرة اسراء حسوا باني سرحان ومركز نظري في بابا. وبعد ما خلصنا اكل بابا اقرر انه احنا هنسهر على مسلسل بالطو، حمل الحلقات كلها وهنتفرج عليها. يعني ايه؟ معقول كلام المجنون ده هيكون صح؟ عادي صدفة. اتفرجنا على المسلسل وعلى الساعة 10 خلصنا سهرتنا، وبابا وماما دخلوا يناموا وإسراء دخلت وأنا دخلت أوضتي. ولما الساعة قربت على الساعة 11 لقيت رسالة من رقم غريب: قوم الحق أبوك بيموت.
وفي نفس لحظة وصول الرسالة سمعت صوت صرخات أمي. قلبي كان هيقف. جريت من أوضتي على أوضة أبويا وأمي ولقيت بابا مرمي على الأرض، ولما قربت ليه اتأكدت إنه مات. تخيل إن رسالة من مجهول توصف ليك مشهد موت أبوك ويتحقق المشهد بالظبط كأنه سيناريو وهو اللي كاتب فكرته بالحرف. خلتني مش مستوعب أي حاجة بتحصل حواليا. كنت واقف باخد عز ابويا وعقلي مش معايا. حسيت اني اتجننت. بس انا لو حكيت لاي حد على الرساله الغريبه ديت كلهم هيقولوا عليا اني مجنون. وغير كده الرساله ما لقيتش ليها وجود على الواتس ولا صاحب الرساله، وعشان كده سكت واضطريت ان اتعامل مع الموقف ان ابويا فعلا مات، وفكره الرساله دي كانت صدفه مش اكتر. ولكن للاسف اللي حصل بعد كده اتعدى كل الحدود. بعد ما خدت عزا ابويا والناس مشيت قعدت مع امي واختي اواسيهم، لان امي كانت منهاره واسراء هي كمان كانت منهاره. حاولت ابين قدامهم اني ثابت لاني بقيت راجل البيت والمسؤول عنهم، فلازم قدامهم اعمل كده حتى لو كنت بمثل ده. وحصل حاجه وانا قاعد وسطهم، عيني غمضت شويه شفت مشهد غريب. اختي طالعه من الحمام ايديها بتتصفى دم وعينيها سودة ووشها اصفر قوي. اترمت على الارض، جريت عليها حاولت اكتم الدم اللي بينزف منها ولكن للاسف ما قدرتش. اختي ما بقاش فيها نبض ولا نفس، والنفس كمان ما بقاش موجود، وده معناه انها ماتت. فجأة لقيت نفسي بفوق من المشهد على صوت امي وهي بتقول لي انت فيك ايه؟ مش بترد عليا ليه؟ ومبحلق في اختك كده ليه؟ ما عرفتش ارد عليها. سكت قلت لها اني تعبان شويه هدخل انام. دخلت الاوضه رميت جسمي على السرير وفي لحظه سمعت صوت اشعار رساله من الواتساب. صوت الاشعار ده بقيت اكرهه. فتحت الواتس لقيت رساله من نفس الرقم المجهول اللي انا كل ما اعمل له بلوك الاقيه بيبعت لي رساله برده من نفس الرقم. فتحت الرساله وقريتها. مكتوب فيها ازيك يا استاذ محمد، ايه رأيك في الفصل الاول من القصة؟ انا شفت ردود الفعل عليها والتفاعل عليها كويس والمتابعين اتصدموا. جاهز للفصل التاني؟ وقال لي هي دايما الحكايات الواقعية مميزة. دلوقتي بقى مطلوب منك تروح قبر ابوك بعد الساعة 12 نص الليل، هتلاقي عند قبره كيس اسود، خده وادفنه في كفن ابوك. ولو ده ما تنفذش بالحرف المشهد اللي انت شفته لاختك اسراء هيتحقق. سلام، نتقابل في الفصل الثالث. قريت الرسالة اتصدمت جدا. يعني المشهد اللي انا شفته من شوية لاختي ممكن يتحقق لو ما نفذتش اللي قال عليه؟ انا دماغي هتنفجر. انا اتجننت. الشخص المجهول ده جالي منين؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ قدامي ساعة ونص ولازم اخد قرار دلوقتي، يا اروح وانقذ اختي يا اختي هتموت. ما عنديش غير خيار واحد، هنزل اروح لقبر ابويا. جت الساعة 12 بالدقيقة، نزلت من الشقة وحاولت ان محدش ياخد باله مني وانا نازل. خدت طريقي للمقابر، وصلت ورحت لقبر ابويا، وفعلا عند القبر لقيت كيس اسود مربوط كويس، والاغرب اني لقيت قفل التربة بتاعت ابويا مفتوح. يا دوبك شلت القفل وفتحت كشاف الموبايل، نزلت ورجلي بتخبط في بعض. نزلت القبر جوه، النفس كان تقيل قوي. ابويا هناك اهو نايم على الارض. قربت بالراحه هموت من الخوف والرعب. وصلت عند جثه ابويا، نزلت على الارض ومديت ايدي وكشفت الكفن من عند راسه. شكله كان يخوف. ايوه هو ابويا، بس هو بقى ميت وطبيعي لازم اخاف منه. بسرعه حطيت الكيس الاسود جوه الكفن وغطيت وشه، وبسرعه قمت من مكاني لكني اتسمرت مكاني. لما حسيت بقبضة ايد مسكت رجلي، بصيت ورايا لقيت جثة ابويا قاعد وبص عليها بغضب ونطق جملة واحدة ملعون. وراح صارخ صرخة خلتني محسيتش بنفسي غير وانا بفتح عيني الاقي نفسي بقوم من على الارض وانا جوه قبر ابويا. قمت بسرعة وجريت وخرجت من القبر وخدت الطريق جري من المقابر لحد البيت.
وهناك بقى لقيت اللي صدمني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من قصتنا رسائل مجهولة على الواتساب. انتظروني كمان يومين مع الجزء التاني، وقبل ما انزل الجزء التاني مستني رأيكم وتعليقاتكم، وعاوز اشوف رأيكم مستنيين الجزء التاني من القصة ولا نلخصها على كده. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.